أحب أن أقرأ بس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، تفضل. لأنه من العلماء الذين سبروا هذه الفتن وتكلموا بعلم. في كتابه منهاج السنة النبوية يقول رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد في المدينة وكابن الأشعث. لحظة الله يبارك فيك. إلا صاحب هذا المقام إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل. كما أننا لسنا ملزمين بكلام ابن تيمية، لسنا ملزمين بسبك للصحابة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كل مرة في كتاب الله على صواب. ما عمرو بن العاص رفعه في الصفين وهو كاذب. استغفر يا رجل، هذا صحابي عظيم. أنا أتم كلامي. أنت قلت لا نريد سب الصحابة رجاء. أتم كلامي. سب الصحابة هو ذاك تكلم أنا أشرحها. الحكم الإمام علي. أرجوك احترم الصحابة أكثر مني. أنا لا أريد أن سبني أنا بدل الصحابة. أنت عالم لا يشهد المرء إلا بما رأت عيناه وسمعت أذناه. أيضا لا أنسى الوصايا الأجنبية، ومنها من المدعو حسن نصر الله. هذا الرجل الذي اسمح لي هذا الرجل الممثل الكبير، المبهرج الكبير، أكبر ممثل في الوطن العربي. هذا الذي يظهر الوصايا على اليمن، يظهر الوصية على اليمن. لا نريد وصيا على اليمن، لا من حسن نصر الله ولا من غيره. لا نريد وصيا. وطارق السويدان حسن نصر الله ما يجرح في أحد. نسمع. بعدين دولة من التجريح. هذا رجل مجاهد ضد إسرائيل. يا أخي الكريم، لا يصح. نختتم على الهواء. لا يصح. أصحاب ما شوف. تعال أرجوك. رجعوا أبدا. اجلسوا. لو سمحت. إذن لا يصح. هذا ليس حوار. الذي لا تضيع ودائعه. هذا ليس حوار. 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 عاد تصلحوا بالله، اتقوا الله. هذا دليل عاد تصلحوا بالله، اتقوا الله.